المهم الأب يلزم ابنه ويقول له يا بني إن المدرسة لا تعطينا خبزا. وهنا تبدأ مأساة على الورد المبكرة. أبوي بطله من المدرسة ويطلب منه إنه يساعده بالدكان ويعلمه المهنة. الطفل يروح ويا جسده بالمحل، بس روحه بعدها هناك بالمدرسة ويا الكتب والمعرفة، ويا ريت له الحياة باقية بهالسوء، وإنما راح تزداد سوءا من يقرر الأب إنه ابنه يترك محله ويروح يشوف له شغل بمحل ثاني، فيترك الورد دكان والده ويروح المحل عطار من قرايب، وعلى اساس يعني بهذا المحل راح يتعلم مهنة العطارة. بس بالحقيقة هو لا كان طايق العطارة ولا محل العطارة ولا العطار ولا حتى نفسه، ويلقى روحه بواقع سوداوي يقعد بيه الصبح ويروح للمحل وما يرجع للبيت لليل يشتغل. كانت أيام متصلة من الشقاء والهموم. يقرر الوردي انه يتمرد على واقعه اللي يجبره انه يبتعد عن القراءة، بانه قام يجيب الكتب ويقراهن بالمحل. بس العطار في احد الايام شافه يقرأ فنزله وقال له ان القراءة لا تغني ولا تسمن من جوع، ورفض وجود الكتب بالمحل، وراح قال لابوه بانه ابنك عايف في المحل وحاير له بالكتب. بس هيهات والف هيهات، الورد قام من يشوف العطار بالمحل ما يقرأ، بس بمجرد انه يفرغ المحل يروح يطلع الكتب مالته ويبدي يقرأ. وبمرور الايام بدت الكتب تتكدس على رف المحل، وهالشي انتبه للعطار وزعجه لدرجة انه قال له في احد الايام ما دام هذا الرف موجودا فلا يرجى منك خيرا، ويهدده بانه اذا لقاه يقرأ من جديد انه راح يطرد. وهذا الشيء فعلا صار. العطار طرد الوردي بسبب اهتمامه بالكتب اكثر من اهتمامه بالزبائن. يقول الوردي فيما بعد عن هاي الطردة: